صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والياسمين. نتمنى كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين. أول حاجة قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن بعد نعطيكم وصفة اليوم اللي هي موسكوتشو تهبل وفرات. هذه الموسكوتشو يا البنات عطتها لي صديقة لي، يعني رايحة نعطيكم المقادير المضبوطة ونعطيكم بعض التحريفات اللي درتها فيها، ورايحة تجيكم تهبل تهبل. يعني موسكوتشو الغريب فيها انه ما فيهاش الزيت ابدا، يعني وتجي ما شاء الله وتجي عالية ومنفخة وعالية، يعني موسكوتشو تجي تهبل. جربوا هاي البنات ان شاء الله تعجبكم. نبداو بالمقادير وطريقة التحضير اللي هي شوفوا الساعة كيف عالية الموسكوتشو تاعنا، تجي تهبل وفرات يا البنات. شوفوا كيف اسفنجية ما شاء الله، تجي عالية. تحبوا ديروها في كمية كبيرة، يعني ديروا مول كبير وتجيكم هابطة شوي. انا درتها في مول صغير يعني جاتني عالية صراحة. الزيت ما فيهاش. خلاص نبداو بسم الله. واش عندي يا البنات؟ عندي 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. خرجوا البيض قبل بوقت يعني، وحطوا له رشة ملح وروحوا اخفقوه مليح مليح، ولا فاني كذلك يعني باش نحو ريحة البيض. ونخفق هذاك البيض مليح مليح، يعني نحاول نطلعه مليح مليح بالباتور، بالمضرب الكهربائي. ومن بعد كيما هكذا كيما راكم تشوفوا نضيف السكر نضيفه تدريجيا ونخلط. المقادير تاع السكر اللي عطتهم لي صديقتي فيها 24 ملعقة كبيرة، لكن انا درت هذا الكاس يعني نقصت السكر. هذه بعض التحريفات اللي درتها في هذه الموسكوتشو. خلطت مليح السكر، بالاضافة نضيف بشوية ونخلط، نضيف بشوية ونخلط. ومن بعد البنات واش جبت 24 ملعقة حليب، الملعقة كبيرة تاع أكل. تبقوا تضيفوا بالملعقة زوج ثلاثة وتخلطوا، ملعقة زوج ثلاثة وتخلطوا. يعني الخلط هنا يكون خفيف، يعني واش اسمه، بالفوي فقط، بالمضرب اليدوي. يعني كي تخلطوا السكر اول مره تخلطوا البيض وحده تطلعوه مليح مليح مع رشه ملح ومع لافاني، ومن بعد تجيبوا تخلطوا السكر معاه، كاس السكر ذاك تخلطوا بشويه. ومن بعد خلاص سي بون، ما تخلطوش بالمضرب الكهربائي، استعملوا المضرب هذا اليدوي فقط. يعني ضفنا ملعقه من الخل، يعني كاضافه ضفتها انا، يعني محسن، يعني تعرفوا الخل انه محسن يزيد يرفع لنا الكيكه تاعنا. ومن بعد يا البنات كملنا، يعني ضفنا الحليب وخلطنا خلط خفيف برك باش ما تهبطناش الخليط تاعنا. من بعد جبت 24 ملعقة فرينة. الفرينة غربلتها مرتين غربلتها باش يدخلها الهواء وتكون الكيكة تاعنا اسفنجية وعالية. يعني شوفوا البنات 24 ملعقة صراحة انا ما داتليش 24 ملعقة، انتم حسب حجم البيض تاعكم. انا دات لي 20 فقط وحبست. يعني انتم ابقوا ضيفوا بالملعقه كيما راني ندير هكذا، وخلطوا بالوحده برك وخلطوا بشويه. يعني دخلوا هذيك الملعقه في الخليط بشويه برك، يعني بهدوء بهدوء، يعني باش ما يهبطناش الخليط تاعنا. وراح تجيكم نتيجه ان شاء الله، نتيجه مبهره، يعني نتيجه مليحه. تبعوا برك التفاصيل الصغيره اللي راني نعطيها لكم باش تنجحوا في الكيكه هذه. يعني راهي سهله. تخلطوا مثل الجينواز، تخلطوا البيض وحده ويكون البيض دافئ، ومن بعد تخلطوا معاه كاس هذاك السكر. تحبوا ديروا 24 ملعقه كيما قالت لي صديقتي. انا دائما نحاول ننقص السكر يا البنات، وانتم تحبوا ديروا 24 ديروا. هي 24 فرينه، 24 سكر، 24 حليب. وهنا خمارتين، وزن الخمارة الواحدة 10 غرام، يعني خمارتين حتى هم نغربلوهم كيما راكم تشوفوا باش ما يكونش فيهم هذوك الحبيبات هذوك يفسدوا لنا الكيك تاعنا. وصلاة بمحمد صلى الله عليه وسلم. نزيد نخلط هذاك في نصف العمليه هذه تاع اضافه الفرينه، نضيف الخميره. ومن بعد نكمل الفرينه تاعي كامل اللي هي الدقيق الابيض
اخواننا العرب يعني ما يعرفوش واش معناها الفرينة، هي الدقيق الابيض. هذه هي يا اخواتي. نكملوا الكيك تاعنا بعد ما خلطنا هذه الفرينة مليح مليح. الكيكة هذه الموسكوتشو هذه طيبتها عندها مدة، لكن هذا ونكتب ربي عندها مدة واحد الشهر هكذاك. هذا ونكتب ربي وحطيت لكم، ختمت الفيديو يعني راني نخدم فيه ديجا باش نحطه لكم ان شاء الله يتحطوا وتعجبكم هذه الموسكوتشو وجربوها. يعني تحبوا ديروا المول كبير. شوفوا هنا ضفت قشر الليمون، نورمالمون نضيفهم في الاخير لكن انا نسيتهم وحطيتهم في، نورمالمون نضيفهم في الاول يعني مع البيض، مش مع البيض. انا ما حبيتش نخلطهم مع البيض باش ما يهبطوليش البيض. يعني هذه هي صراحه نورمالمون نضيفهم مع الفرينه، يعني في البدايه في اضافه الفرينه والحليب نضيفهم، لكن انا خليتهم، نسيتهم وخليتهم في الاخير. ضفت قشور الليمون كاضافه، يعني ما عندكمش ما ديروش نورمال، ديروا لافاني وسي بون. شوفوا البنات هنا دهنت المول تاعي هذا، القطر تاعو 26 سنتيمتر. اذا عندكم تحبوا الكيكه تاعكم تكون تجيب لكم كميه كبيره يعني وتكونوا في عائله كبيره، ديروا مول اكبر منه شوي، يعني صينيه تكون اكبر شويه يعني، وتجيكم المسكوتشو هابطه شوي عادي. انا راكم تشوفوا جاتني عاليه بزاف عاليه بزاف، درتها في هذا المول بالعاني يعني حبتها انا تجيني عاليه هكذا، حبيتها تجيني عاليه باش تشوفوها في التصوير كيف عاليه واسفنجيه يعني، وجات بنينه يا البنات بدون زيت يعني ما شاء الله. عجبتني صراحه وراح نجربها في مول الكيك الطويل هذاك. تخيلتها في الكيك راح تجي ما شاء الله، يجي حاكم روحه ما يجيش يتفتت، يعني الكيك تعرفون حبوه ما يجيش يتفتت. طيبت المسكوتشو تاعي على درجه حراره متوسطه، شعلت لها من تحت وعسيتها، ومن بعد المول راني دهنته بالزبده يعني بالمارغرين. شوفوا شكلها يا البنات كي بردت هنا، شوفوا من تحت كيفاه طايبه، وتقدروا تزينوها ديروها كيك عيد ميلاد يعني تصلح، يعني ديروها كعكه يعني تصنعوها وديروها انطاغت يعني وفريت، تزينوها وديروها انطاغ، ديروها كريم شانتي وديروا واش تحبوا. انا هنا ذوبت لها الشوكولا، درتها تزيين تقليدي تاع بكري خلاص، درت لها ذوبت لها الشوكولا منى وحطيت لها شوي حليب او تحبوا شوي ماء وخلطتها مليح مليح، وشويه قطرات من الزيت باش تكون هذيك الشوكولا تلمع. وكي نكون نقطع فيها ما تتكسر ليش بعد ما تجمد، يعني لازم تضيفوا لها الحليب ولا الماء باش كي تقطعوها هكذا باش كي تيبس الشوكولا ما تجمدش يعني، تكون تكسر، تكون قاسيه على الاسنان وتكون صلبه. ما لا لازم نذوبوها بالحليب ولا الماء. هذه هي بعض النصائح، يعني تعرفوني نتحدث كثير على جال النصائح يا البنات، يعني نحب نعطيكم كل التفاصيل باش يعني نعطي الوصفة بكل أمانة، يعني ما نخبي عليكم والو. هنا شوفوا كيفاه الشوكولا شوية طارت من هذيك الجوانب، يعني معليش يعني المهم رايحة تتكل رايحة. المهم يا البنات حاولوا تحاذروا شوي كي تقسموها، قسموها يعني وهي سخونة. أنا قسمتها باردة تشقت لي شوي الشوكولا من هي، درت لها شويه مكسرات من فوق، شوي كاوكاو كان عندي شوي كاوكاو درت لها من فوق. تحبوا تخلوها سامبل، تحبوا ديروا حلوه كرقيقه، تحبوش تحبوا التزيين. المهم اليوم انا درت تزيين سامبل يعني، وانتم مش حبيتوا. هذه هي وصفه اليوم، نتمنى تعجبكم. ديروا جيم للفيديو، ونشكر كثير كثير صاحبه الوصفه اللي مدتها لي صديقتي العزيزه، نقول لها بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. وأترككم في رعاية الله وحفظه. ديروا جيم والسلام.